حاول بقدر الامكان لا تقرب من المريض ولا تقرب من السرير. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله. زي حضراتكم انا دكتور احمد الشربيني، اخصائي امراض القلب. استكمالا لقصه ان انت لما تزور مريض عامل قسطره، حاول بقدر الامكان لا تقرب من المريض ولا تقرب من السرير. مره حاجه طيبه يعني من اهالينا اللي بنعتز بيهم، كانت بتطمن على زوجها بعد ما عمل القسطره، فزوجها بيقول لها والنبي شربيني شويه ميه، فصعب عليها، فيعني عايزه ترفع له ظهر السرير عشان يشرب وهو مرتاح. ده غلط، ده مش صح. علشان كده بننبه ما تتصرفش مع المريض من غير ما تسال الدكتور او اسال الممرضه اللي قاعده جنبك ينفع اعمل كذا ولا لا، لانه هو احنا عارفين والله يا حاجه انك بتحبيه وخايفه عليه، بس لما رفعت له ظهر السرير حصل له تجمع دموي ودخل في مضاعفات كان ممكن نتلاشاها لو احنا ما عملناش القصه دي. فعلشان كده بننبه تاني وتالت ورابع، لا تقرب من السرير ولا تقرب من العيان. ادعوا لوالدي بالرحمه والمغفره، ادعوا لاهالينا في غزه بالصبر والثبات. دمتم بصحه وعافيه.